تعالوا اشوفكم شنو موجود ورا هاي الباب. الشيف شهد. اهلا وسهلا سكنونو. قبل ما اجي ايش قلتي لي؟ راح تجرب اطيب اكل ببغداد. هذا المكان اللي انا اشتغل بيه ويا المساعدات. طبعا بالبدايه هذا المطبخ نسوي بيه الدولمه، الكباب، الاكلات الشرقيه، المعجنات، كل الاشياء هنا بهذا المطبخ. هاي الحشوات مال الدولمه وكل التجهيزات والغراض موجوده بالمطبخ. طبعا كل اسبوع احنا متبرعين 50 كوبايه عائله، اختارهم ادزلهم مجموعه كباب. شو محضرة لنا اول شيء؟ هاي الاشياء المقلوبه هنا البانيه العراقيه. طبعا كل اللي مسويته اليوم اللي انت تطبخيه يوميا توصيل لكل بغداد؟ كل بغداد. وهاي الدولمه العراقيه اللاچه. حامضه لو لا؟ اكيد. طبعا صارت مظاهرات بالباب، خلينا نشوف ذول. هلو شلونكم؟ سكنون لديكم؟ طبعا احنا ما قايلين بسم الله هم بادين. شنو؟ الله شاهد عالميا. وبمطبخ الشهد راح تلقون المعجنات والكبب والكليتشه وكل الحلويات. بديت طبعا من الصفر اني، الاغراض كلها عباره عن كنت ماخذتها باقساط، والحمد لله والشكر شويه شويه بديت اسد من كل شيء وصار عندي هذا المكان. واكيد موجود ويا شهد مجموعه من البنات يساعدوها بالطبخ. طبعا رساله من مطبخ الشهد، شهد تقول لكم اي بنيه تاج الشغل راح تقدر تشتغل بهذا المكان. المكان بيه مبيت كامل، كل شيء اكل شرب، مجرد انه هي تجي تشتغل متوفر لها كل شيء. قبل ما نجرب الدولمه اصلا هذا ورق العنب أي؟ قلت لك عليه ما مطروح بكل بغداد. المطره بالليمون. بسم الله. سد الكاميرا احسن لك. بسم الله. قلب. بسم الله. احمد شلون الدولمه المصلاويه؟ دولمه المصلاويه؟ لا هو شق شيء مصلاوي. طيب ايش قد عمرك تعلمتي الطبخ؟ اول ابتدائي كنت على التخته واطبخ مقت عدس. الجوائز والضلوع الخاكله جوا اللي بالدولمه موضوع ثاني. برمه مو ورق عنب. هذا القوز الذايب اللي يقول لكم عليه سكنونو. للامانه كل شيء كان طيب ونظيف وحيل حبيناه. جاب رارنجه من الشجره للبانيه. لازم تتمطع. الريحه مال الرارنج العراقي اطيب من عطور فرنسا كلها. شهد باختصار عاشت ايدك. واللي يحبون يطلبون من تجهيزات الشهد راح اسجل لكم الارقام والصفحات مالتنا، تواصلوا ويانا. كل الهلا بيكم.